حد يعرف احنا فين دلوقتي؟ احنا في جبل الدكرور. اهلا ومرحبا بكم في سيوة. المكان ده كان في يوم من الايام كان عليه معارك بين العرب، بس استاذ احمد بقى ممكن ياكد لنا المعلومه دي بتاعت ان هم فعلا كان في حرب او في. كانت في حرب ما بين قبائل الشرقيين والغربيين، واتحلت الحرب دي هنا في جبل الدكرور يا جماعه. زي ما انتم شايفين المكان، انا اول مره اجي جبل الدكرور وما شفتش قبل كده فيديوهات حد صور من جوه. بس هو الجبل ارتفاعه من سطح الارض تقريبا 150 متر اعتقد. المباني دي انا ما اعرفش بتاعت ايه. طبعا وارد جدا ممكن تلاقي بقى اي حاجه هنا. محمد شاهين متمرس جدا في الموضوع ده، او تقريبا محمد شاهين جه صور هنا قبل كده. ممكن تلاقي بقى عقرب هنا تحت، ممكن تلاقي تعبان. المكان لسه فيه، الجبل لسه فيه اماكن، ولو ان هي بقى مبين عليها مباني حديثه. المباني زي ما انتم شايفينها على الطراز السيوي القديم. بسم الله. دي غرفة لسه مستلمها حالا. والله انطباع الأولي الغرفة مريحة نفسيا، وده أهم حاجة. بعد كده بقى ببتدي أدور على الحاجات اللي أنا هحتاجها. بس مادام ريحتني نفسيا أنا هبقى يعني متعاون مع نفسي أو متصالح مع نفسي، وهتقبل أي حاجة تانية. بس أنا بحب الحاجات دي أوي. بحب التصميم دي، بحب الأسقف اللي بالشكل ده. بحب أحس إن أنا عايش مع الطبيعة كده يعني. حاسس ان الغرفة او الفندق كله في تناغم بينه وبين الطبيعة. هو اي نعم المباني نفسها مش من الكرشيف. ده طوب اعتقد ابيض او احمر، بس اعتقد احمر يعني. عرض الجدار مش كبير. نشغل الاضاءة. ده الاوت شيت بتاعي. طبعا انا هغير دلوقتي عشان احنا رايحين بحيرات الملح، وبعد كده هنطلع على العيون الكبريتية. مش عارف بقى ده الحمام يعني. أعزكم الله. برضو واخد من الطبيعة الستايل بتاعه. عاجبني أوي فكرة إن هو يعني المكان كله واخد من الطبيعة، يعني اللي هو يعني ستايل الطبيعة كده. مش إيه ده؟ حاطين لي صابونة. طب والله كويس. بحلف في الحمام. مناديل. يعني فندق محترم. طبعا أكيد دي أباجور شغالة. لا حلو. حلو والحمام نضيف يعني. لحد دلوقتي انا شايف ان الفندق نضيف. استقبال كويس. في حاجه كمان، الارض. الارض نفسها مش عارف ده بقى يعني رملة عادية ولا ملح، بس يعني ممكن يكون ده ملح، لذلك انت بتخش بتحس ان مفيش طاقة سلبية في المكان. يعني ده استنتاج يعني، مش كلام اكيد. طبعا باسكت. انا مش عارف بصراحة ايه ده، بس ده ملح فتقريبا يعني استنتاجي صح. ده ملح. فأعتقد ممكن يكون الملح ده هو اللي بيخليك أول ما تدخل ما تحسش إن في طاقة سلبية يعني. فلو فعلا كده والنتيجة هي اللي بتعمل ده، نتيجة وجود الملح الكتير اللي في المكان، فلا شابوه يعني. المفروض إن ده يعني هنسموه إيه يعني، كوفي كورنر مثلا. يعني لو عايز تعمل كاتل، عايز تعمل كاتل إيه، عايز تعمل شاي أو قهوة، حاط لك الأدوات: كاتل، مية سخنة، فناجيل، مش عارف إيه كمية الفناجيل دي كلها. المفروض الغرفة يعني سنجل يعني. وقلة ما اعرفش هي دي ديكور ولا الواحد ممكن يشرب منها. وحاطين زرعة يعني. عجبني قوي 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 فكرة ان هو معيشك جوه الطبيعة يعني. ده ملح برضه ما اعرفش ليه. ده بلاص بس ما اعرفش فيه جبنة حتى ولا لا. وده شكل السرير.
وده برضو مش عارف ايه بصراحة، يعني ايه فايدته. بس هو الديكور حلو يعني. يعني كان نفسي اقول الفندق ده او الغرفة دي مثلا بكام في اليوم او التفاصيل دي، بس انا طالع مع رحلة، يعني طالع مع جروب رحلة تبع شركة، هو باكج كله على بعضه. بس انا شفت ريفيوهات للفندق ده. بصراحة هو يعني شفت ريفيوهاته كويسة، يعني مفيش ريفيوهات سلبية عليه. فالأسعار معرفش، بس ممكن أبقى أسرش وأكتب الأسعار أو متوسط الأسعار إيه. أنا معيش نت دلوقتي فمش هعرف. ومروحة طبعا. بس دي الغرفة اللي أنا هقعد فيها. ودي مش عارف ده إيه، ده برج حمام. برج حمام بس ما فيهوش حمام. يعني هو ما فيش انبهارات، يعني هو ما يعني هو ما فيش حاجة يعني حاجة اللي هي تنبهر بيها قوي، بس الحاجات البسيطة دي مريحة ومتناغمة مع بعض، فأنت الموضوع أنت متقبله، يعني كور مع الحاجات اللي هم حاطينها. ما أنت هي أصلا جو سيوة طبيعي يعني، أو جو سيوة بيعتمدوا على الطبيعة يعني، ففي تناغم كده. مش متكلفين قوي في الديكور وفي الحاجات دي. فشابوه ليهم بصراحة. هصور لكم بقى الفندق من بره واوريه. ده مكان يعني خاص بالغرفة برضو، يعني تقدر تقعد فيه براحتك. المكان ده يعني المنطقة دي كلها بتاعتك تبع الغرفة. أعتقد كل غرفة ليها منطقة زي دي. هنا حبل أو منشر، التفاصيل البسيطة دي تفرق. يعني لو محتاج تنشر وما عندكش حبل زي ده فهتضطر تحط هنا، فممكن توسخ الهدوم أو تبهدلها. في تفاصيل بسيطة هم مهتمين بيها. برضو نفس التصميم. أعتقد ده هو مكان خاص بالفندق بس فاضي، فممكن يعني تقريبا يعني ممكن يكون مستقبلا مثلا هيكملوا بقية الفندق تقريبا. عجبني قوي، بسطت المكان. هدوء ما بعده هدوء. يعني أنا مهما أوصف الهدوء مش هعرف، بس حرفيا مفيش صوت. هدوء مريح جدا. مكان مفيش فيه صوت، ولا المحيط اللي في المكان فيه صوت. يعني يمكن الصوت الوحيد اللي هنا صوتي أنا بس. ده طبعا ده النخل السيوي العظيم، معمر جدا. احلى بلح تاكله من هنا. طبعا ما اعرفش مسموح اصلا الواحد يقرب من الحاجات دي ولا ايه، بس الجنينه دي تبع الفندق ولا ايه. بس حتى لو مش تبع الفندق فهي عاطيه اضافه جميله قوي للفندق. فكره ان الفندق برضو يكون متحوط بجبل الدكرور. ده كده جبل الدكرور هناك. حد عنده فكرة العيون الملحية دي بتتكون ازاي او عبارة عن ايه؟ العيون الملحية دي باختصار هي عبارة عن منجم او كتلة من الملح بيتم حفر المنطقة. العمق بيبقى حسب كمية الملح اللي موجودة، يعني لذلك بتلاقي فيه عيون عمقها كبير وفي عيون عمقها بسيط خالص. ده اعتقد من العيون اللي هي عمقها كبير حسب كمية الملح اللي موجودة. فبيتم حفر المنطقة واستخراج الملح بالشكل اللي انتم شايفينه ده في هيئة جبال كده او كتل. المعدات اللي بتحفر في حاجات زي دي بتبقى كراكات زي اللي واقفه هناك دي. طبعا وهم بيحفروا ما بيبقاش فيه الميه دي بتتكون بعد ما بيحفروا بفتره، يعني مع الوقت مع مرور الوقت بتبتدي الميه تطلع من تحت الارض وتملى المكان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده ليه؟ لان واحد سيوه معظم الاماكن اللي فيها تحتها ميه، يعني ارض سيوه كلها تحتها ميه معظمها. ليه الشكل فيروزي هنا؟ لأن بسبب نقاء الرملة والبيئة بشكل عام. البيئة هنا نظيفة جدا، نقية، مش ملوثة يعني. أنا هنزل دلوقتي بقى وأقوم شوية زي الناس دي. بحاول أجيب الأرض. حاولت ترفعها عشان عينك والملح. مفيش لا الملح هتيجي معاك. لا مش هغامر. ايوه أنا دقت الملح وجا الرذاذ بتاعه في عيني، لا الملوحة عالية خالص. عينك هيبقى حامية قوي. بس هي حلوة، يعني هي حلوة في العين بس مش هتحملها. طيب انت ممكن بقى واحنا قارعين شوية او مسح الوش. يا جماعة اللي عنده مشاكل في الدهون الأنفية يجرب يستنشق بيها.
ايوه احساس العمق. بص، حمام السباحه من البحر، ايوه حمام السباحه من البحر لهنا فرق شاسع خالص. دي بالنسبه للبحر، الفرق بين حمام السباحه والبحر دي اخف من البحر بكتير خالص. اخف؟ لا ابتديت احس ما هو احنا على فكره اكتر من كده كفايه. الميه يا جماعه مالحه بطريقه، نسبه الملوحه عاليه بطريقه ما تتوصفش. يعني انا الناس كلها عماله تقول الميه نسبه الملوحه فيها 95%، نفكر كلمه 95% دي بيبالغوا فيها. معرفش نسبه الملوحه قد ايه هنا، بس يعني الميه مالحه لدرجه انت مش ما بتقدرش تستحملها على عينك، لو جت على عينك حرفيا بتحرقها جامد قوي. يعني انا بحاول اغرق فعلا. صعب، انت لو حاولت تغرق نفسك مش هتعرف، الا بقى لو ربطت حجر او حاجه قلت له يا باشمهندس في الميه رايك فيها ايه؟ ايه؟ قلت له رايك فيها ايه؟ حلوه لذيذه. ميه مقرفه. لا انا في اراء يا جماعه، ميه فيها ريحه حلوه بصراحه يعني. يعني احنا كلنا مختلفين، في ناس بتقول انها مش كبريتيه، وفي ناس بتقول لا كبريتيه. في ميه من نكاري. ممكن ما تكونش كبريتيه، تكون ولعتيه. ممكن. تكون ولعتيه. مش شامين فيها اي ريحه كبريت خالص، بس يعني هو يقال ان هي ميه كبريتيه وجايه من الجبل. اشاعه ورحمه خالي حسن. الله اعلم بقى، الاراء خالي مختلفه، حسن اشاعه. في تضارب في الاقوال. رايك يا محمد ايه؟ ميه كبريتيه ولا مش كبريتيه؟ انت حاسس بكبريت؟ ميه مولعه يعني كبريتيه؟ راي محمد ان هي ميه كبريتيه يا جماعه، بس احنا هناخده براي محمد. المفروض جايين نشوف الغروب، بس الغروب ضاع علينا. يعني جايين نشوف الشمس وهي بتغرب، بس للاسف ضاع علينا. يعني عشان احنا ناس ملتزمين ما بنتاخرش فما لحقناش الشمس. لا يا باشا، المشرف بتاعنا بصراحه اول واحد بيبقى واقف في الاتوبيس يعني. منورني مشرفني. ايه يا باشا، اسمها فوتناس ولا فتناس؟ فتناس. في فندق هنا بتاع مليونير اسمه جعفر، هنعرفه قصته من عم زكي دلوقتي. لا مالكش حقيقي. عم زكي صاحب المليونير ده، فهو هيدينا معلومات اكبر يعني. ممكن بس تعرفنا المليونير؟ والله ما اعرف اسمه. يا جماعه هو صاحبه يعني، صديقه فعلا. هو قال لي ده في الاتوبيس، بس قال لي ما تقولش لحد يعني، فاحنا طبعا مش هنقول لحد. تقريبا عم زكي خايف من الضرايب بس. عم زكي لا ولا حاجه، الشمس راحت في جزيره فوتناس خلاص للاسف، ما الشمس راحت. راحت الشمس، هو احلى منظر غروب. انت المره الجايه بقى يا باشا تجيبنا هنا. ماشي اتفقنا. تمام. لا اقامه هنا لا صعبه. بتاع عاليه قوي. ماشي. لا ممكن ادخل عليها دلوقتي بالدولار. ممكن بكره. ماشي. زحمه. ممكن بكره تصليح نصلحه الغلطه بالليل قبل المغرب بياما. استاذ محمد، شايفين منظر يا جماعه؟ هو ايه الفوم ده؟ انا بس استاذ احمد. ايوه ده المسؤول عن الرحله، هو صاحب شركه اسمها ايفنت ستارت وايت، ومميز حتى في اختيار الاسامي بتاعته. المشرف بتاع الرحله بصراحه يعني مفيش كلام اقدر اقوله او فيه، بس هو بصراحه حاجه جميله خالص يعني. الله يعزك يا رب يا مستر اسامه. حبيبي استاذ احمد، الله يعزك يا باشا، الله يكرمك. يعني هو جابنا هنا رسينا، والمفروض اصلا احنا يعني ما كناش هنخش الكامب، بس هو جابنا هنا، ومكان بصراحه جميل. هو اصلا اقامه يعني ممكن تقيم هنا يعني، اعتقد زي فندق او كامب. عم زكي اللي كان رافض يحكي لنا القصه بتاعت المليونير اللي عنده فندق هنا. انا عنده فندق خاص بيه، الفندق ده مش حاطط فيه اي كهرباء، شغال على الشمع بس. بيقولوا ان هو مليونير، بس ما اعرفش اي تفاصيل. انا اتفاجئت اصلا. في غرف على الميه مباشره او على الجزيره، مش عارف هي باينه ولا لا، بس اتمنى تكون باينه يعني. احنا بنصور الساعه 8 ل 5، فما فيش اضاءه كافيه تبين المكان، بس اعتقد انتوا شفتوه في اول الفيديو. للاسف ما لحقناش الغروب، تاخرنا كالعاده يعني. احنا كده في بدايه قلعه شالي، قلعه شالي او كما يسمى
حصن شالي. مش عارف اي حاجه. نزل الحاجات دي عندك على الصفحه. اه كل ده هينزل. طارق كله هينزله على الصفحه. اه تحب تطلع؟ لا ماشي. ماشي استاذ طارق. يعني منورنا بصراحه، الناس المحترمه جدا، شرفت بمعرفتك والله. الله يعزك استاذ محمد. اهلا وسهلا، شرفت الله بيك. يعزك. الله يكرمك استاذ محمد، الله يبارك لك. ورحله سعيده ان شاء الله. ان شاء الله تاني ان شاء الله تكرر تاني باذن الله، باذن الله. الله يكرمك. احلى بلوجر في الدنيا. الله يعزك يا محمد، شاهد والله على التسجيل. الله يكرمك. على فكره انا شفت فعلا مش بهزر، شفتك من غير ما اعرفك، شفت الفيديو بتاعك بتاع عمود السواري. بتاع عمود السواري اللي معقوله؟ انت الوحيد اللي عملته بجد؟ والله العظيم. طب شفت في حاجه والله. مميزه عملتها في الفيديو. الناس كلها- خنقت. ايوه انت جد. الناس كلها بتيجي تشوف عمود السواري مفكره ان العمود ده لا ماشي، مفكره ان العمود عمود السواري ما تعرفش ان هو معبد اصلا لا بس اسمه انا السرابي شفته وليه انا آلاف حقيقي. السنين. لا بص انا بقالي كام سنه موجود في اسكندريه، شفته من سنتين بس، رحت نزلت شفته غريب من جوه. حاجه جميله ما أوي. لقيتش حد جوه جري اصلا تقريبا. سراديب. سراديب جامده جدا. انا بقى كان حظي رحت والنور كان قاطع. ده صعب قوي. هو اصلا مرعب جوه. هو مرعب بصراحه. لا وكمان ومفيش اكسجين خالص، رطوبه عاليه جدا. بس فعلا ما حسيتهاش، ما حسيتش مش كنت رايح في الشتاء. الاسوأ بقى منها سراديب الموتى اللي هي الكاتاكومب دخلتها. جنبها، دخلتها. صورت فيها برضه. انا بالصدفه كده قلت انا اشوف المكان ده، بس الاجانب كتير بيخشوا فيه، يقول لك في حاجه يعني. تحت. لا مش كتير يعرفوا على فكره المعلومه دي. الاجانب كتير بيخشوا هناك. احنا يعني هنا على حد معلوماتي ان القلعه دي كان لها اسم زمان، اسمها حصن شالي القديم. يعني دي كانت سيوه القديمه، دي سيوه الاساسيه. اهل سيوه سويين زمان، والزمان دي كان يعني من الاف السنين، كانوا اختاروا المكان ده بالاخص عشان خاطر فيه مميزات. اول ميزه او اهم ميزه فيه ان المكان هنا على جبل ارتفاع عالي، فبيقدروا من خلال الارتفاع ده يكونوا كاشفين للاماكن اللي حواليها كلها. هنا قدروا يبنوا بيوت ويعملوا حصن ليهم، وكان في سور بيحوط المكان ده كله. السور هنا او الجدران هنا مبنيه من ماده الكرشيف، ودي الماده كانوا زمان بيستخدموها، وما زالوا في بعض السوريين بيستخدموها، بس ابتدى الموضوع يقل. بس مقفوله برضه. يقال ان القلعه دي تاريخ انشائها ما بين القرن ال 12 وال 13. بص شايفين المنظر من هنا؟ احنا كده مش في نهاية القمة، لسه في ارتفاع تاني. فزي ما قلنا الميزة هنا في الحصن بيكشف البلد كلها يعني. عم زكي الناس اللي معانا في الجروب اكتر ناس لذيذة في الجروب معانا، ناس محترمة. عم حسن عم حسن واصلة والصوت واصل. الجروب اللي انا طالع معاه بصراحة كله لذيذ يعني، ناس محترمة جدا. من هنا ولا هنا؟ من هنا جنب كله. كده. اوه المنظر هنا رهيب. المنظر هنا رهيب. A beautiful disaster. بصراحة أنا قبل ما أجي مفكر القلعة حجمها صغير. أخيرا مفكر القلعة حجمها صغير، طلع حجمها كبير جدا. إيه ده يا جماعة؟ عايزين ننزل تيجي نكتب. البيوت كلها على النظام السيوي القديم، كلها مبنية من مادة الكرشيف. كرشيف يعني طين أو طمي مع ملح. مادة الكرشيف أهم خاصية فيها إن هي بتعزل درجة الحرارة الخارجية. والله عايزين ننزل بس مش عارفة. فريدة يا جماعة أنا بتقول لنا مت يا جماعة، أنا مت يا جماعة بجد. محمد عمل مجهود معانا النهارده. معظم جنسيات العالم بتيجي هنا بتزور سيوة وبتزور مصر بشكل عام. في ناس بره مصر
تاريخ مصر بييجوا يدوروا على سوق عشان يعرفوا ويكتشفوا حاجة زي كده، في حين إن في ناس كتير أوي في مصر ما عندهاش الرغبة أصلا إن هي تعرف تاريخها، ما بتحبش إن هي تيجي تزور الأماكن دي. هلو say hello. أعلى مكان في القلعة هو المنطقة اللي احنا فيها دي. في القمة قمة القلعة، بس أنا مش عارف أطلع عشان خاطر بصراحة مكان تحفة. أنا مش متوقع إن هو بالمنظر ده. First time in Siwa, but my wife, her dad, her father is Egyptian, but she is born in Australia. But her dad was Egyptian, her father, and we've been to Cairo, Masa, Bush, Siwa, Alexandra, and then Aswan, and then Red Sea, Luxor, and Red Sea. So here in Egypt for 4 weeks. 4 weeks. 4 months. 1 month. 1 month. And it's a beautiful country, and people are very kind and helpful. Yeah, that's my question. Yeah. What about the people? Yeah, Egyptian people. Yeah, very, very kind and very helpful. They will try to help you out. Yeah. You're feeling like family, Yes. friends. Yeah. And I don't have a translator. I don't have a translator on my phone. So I talk and just in sign language and they understand. Like I got haircut today. He understood me. I said number 1, 2, 3, 4, 5. He understood. So, here you see. What do you like about Egyptian food, Siwan food, you know, the date, the weather. Which one the best for you? I like it all. Oh, I like the food, Siwa food, Egyptian food. I like the weather. I live in this Australia, the same weather. And I love the people. The people are very good people. Good heart. yeah. Egyptian people have a good heart. Very, very kind. So it's been a fantastic trip. Except my wife, she's a little bit sick, so she couldn't come here tonight. That's why she come. Yeah, that's why she come. So I have one question. Have you been to all of the Egyptian food? Yes. Yeah, 7 days, and then 1 day a week go to Western food, KFC. KFC. So what is the reason? Oh, just I like Egyptian food because I don't eat a lot of Egyptian food. But we have many Egyptians living in Australia, many, and there's Egyptian restaurants. So it's not many, but I prefer when I come to a country, I prefer to eat their food because they experience it different. Yes. You will be enjoyed. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Give me this. Bye bye. Bye bye. Yeah, nice to meet you. Yeah, thank you.